يستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الخميس المقبل الساعة 5 مساء ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، بعد أن حقق الفريق فوزا على فاركو بنتيجة 4-1 في الجولة الماضية على ملعب الجيش ببرج العرب. أحمد عبد القادر يتعافى من الإصابة ويشارك في التدريبات الجماعية للفريق خلال مرانة اليوم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة. أكد الدكتور أحمد جبالة طبيب الأهلي أن طاهر محمد طاهر اكتفى بتدريبات تأهيلية داخل الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش، وأوضح أن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة في الركبة وبدأ تنفيذ برنامج علاجي تمهيدا لعودته في التدريبات الجماعية في أقرب وقت. أوضح مصدر مسؤول داخل النادي أن الأهلي لم يتلقى حتى الآن أي عروض رسمية أو حتى ودية لضم اللاعب إمام عاشور، مؤكدا أن النادي لا يتعامل إلا مع العروض الرسمية فقط. وأضاف المصدر: قد تكون هناك اتصالات غير مباشرة مع وكلاء اللاعب ولكن لم يصل لنا أي شيء بشكل رسمي حتى الآن. وأشار المصدر إلى أن إمام عاشور غاب لفترة طويلة عن المشاركة بعد إصابته بكسر في الترقوة خلال مواجهة إنتر ميامي في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وخضع بعدها لعملية جراحية قبل أن يتعرض لاحقا للإصابة بفيروس أبعده عن الملاعب لمدة شهرين. وشدد المصدر على أن إمام عاشور غير مطروح للبيع من الأساس ولا توجد نية لمناقشة أي عروض تخصه، مؤكدا استمراره مع الفريق خلال المرحلة المقبلة. كشف الإعلامي خالد الغندور أن إدارة الأهلي تدرس حاليا إمكانية فسخ عقد المدافع المغربي أشرف داري في حال عدم تلقيه عروض خارجية خلال الفترة المقبلة. وأوضح الغندور خلال برنامجه أن الإدارة تعقد جلسة ودية مع اللاعب من أجل تسوية مستحقاته المالية بنظام التقسيط على مدار سنة كاملة لتخفيف الأعباء المالية على النادي في حال اتخاذ قرار فسخ التعاقد. وأضاف الغندور أن القيمة المالية لعقد أشرف داري مع الأهلي تبلغ نحو 2.5 مليون دولار، وتسعى الإدارة لإدارة الملف بشكل يضمن حقوق الطرفين في إطار إعادة ترتيب قائمة الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة. مصدر لسيفن كورة يؤكد أن الأهلي يضغط بقوة لإنهاء صفقة مروان عثمان خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن سيراميكا كليوباترا طلب من بداية المفاوضات بالحصول على عمر كمال عبد الواحد ومحمد مجدي قفشه ومحمد عبد الله. وأضاف المصدر أن قفشه انتقل بالفعل إلى الاتحاد السكندري، بينما رفض الجهاز الفني بقيادة يستروب رحيل عمر كمال ومحمد عبد الله. وأوضح المصدر أن النادي البورسعيدي يرغب في التعاقد مع طاهر محمد طاهر، وتمت مناقشة الأمر مع تروب خلال ال 48 ساعة الماضية قبل أن تتجه محاولات الأهلي بقوة نحو التعاقد مع مروان أوتاكا الذي يعتبر يستروب اللاعب الأنسب لخط هجوم الأهلي في الدوري المصري. ومن المقرر عقد جلسة خلال الساعات الماضية بين سيد عبد الحفيظ وياسين منصور مع مسؤولي سيراميكا كليوباترا لحسم الصفقة، خاصة بعد التواصل المباشر بين الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي ومحمد أبو العينين مالك نادي سيراميكا. أكد خالد الغندور أن ديانج اتفق مع أحد الأندية الخليجية للانتقال بعد نهاية الموسم، مؤكدا أنه سيعود لتدريبات الأهلي يوم الجمعة بعد انتهاء التزاماته مع منتخب مالي. وأوضح الغندور أن ديانج سيصل إلى القاهرة يوم 15 يناير الجاري للانضمام لتدريبات الفريق بعد أن منح الجهاز الفني للاعب راحة عدة أيام عقب مشاركته مع منتخب مالي في كأس أفريقيا. وأضاف الغندور أن ديانج سيبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية اعتبارا من 16 يناير استعدادا لمباراة المرحلة المقبلة. كشف مسؤول نادي أتلتيك برادو الجزائري عن حقيقة التقارير التي ربطت الأهلي بالتعاقد مع محمد الأمين رمضاوي خلال فترة الانتقالات الشتوية. وأوضح حسان زاتشي رئيس أتلتيك برادو أن النادي يدرس حاليا بعض ملفات الانتقالات دون الإفصاح عما إذا كان الأهلي قد دخل في مفاوضات رسمية للتعاقد مع اللاعب. وأكد أمين العبد المدير الرياضي للنادي أنه حتى الآن لا يوجد أي اتفاق أو اتصال مع الأهلي بشأن رمضاوي، ويبلغ رمضاوي من العمر 20 عاما وتقدر قيمته التسويقية بنحو 500,000 يورو، ويشغل مركز رأس الحربة، ولعب هذا الموسم مع فريقه 16 مباراة، سجل خلال 6 أهداف وصنع 4. مصدر من داخل الأهلي يؤكد أن الأهلي توصل إلى اتفاق مع جريديشار لتسويقه في الدوري المصري خلال الفترة الحالية، حيث يسعى مسؤول النادي لتوفير عرض محلي يتحمل الأهلي من خلاله جزءا من راتب اللاعب. ويأتي هذا الإجراء في إطار رغبة الأهلي في التعاقد مع مهاجم أجنبي بديل قادر على قيادة الفريق بعد تراجع مستوى جريديشار في الفترة الأخيرة. كشفت مصادر داخل الأهلي أن كهربا تواصل بالفعل مع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة وأبدى رغبته في ارتداء القميص الأحمر مجددا، مطالبا بعرض الأمر على المدير الفني يستروب، خاصة في ظل سعي الجهاز الفني للتعاقد مع مهاجم جديد. وأكد اللاعب خلال اتصاله بعبد الحفيظ إنه أصبح لاعبا حرا عقب فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي القادسية الكويتي، مشيرا إلى جاهزيته الكاملة للعودة وتقديم الإضافة الفنية للفريق في المرحلة المقبلة. إلى أن المصدر أوضح أن طلب كهربا اتقبل بالرفض بعد أن حسم يستروب موقفه بعدم إعادة اللاعب مرة أخرى، مفضلا التعاقد مع عناصر أصغر سنا في ظل المفاوضات الجارية مع مروان عثمان مهاجم سيراميكا كليوباترا وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.